Guhdarên hêja dema we xweş be, ez Lale ji bo re me xelekek nû di programa Destê Lêrîzî de. Guhdarên hêja dema ku mirov jiyana birayê xwe bêqîmet dibîne, gelo wê jiyana me çawa bibe. Werin me bi hev re çîroka mêvana xwe yî îro nas bikin. Dem baş. سهلا. Dikaru xwe me nas kirin bide? بيان محمود جقامشلو. بيان دەستپێکێ de تچلو بحسيا قلت نخوشه. أول شيء قبل ما أتزوج يعني كان معي إمساك خفيف عادي، كان نقط وعليك كان مشكلة تنحل. فترة بعد ما تزوجت الحمل زاد الإمساك عندي. هلا قبل ما تتزوجي حاولتي تعالجي حالك، تروحي على الدكتور تشوفي إذا في مشكلة أو لا؟ أكيد ما في غير النقط، كانوا يعطوني أعشاب طبية يعني إنه بس إنه أعشاب وهالأمور عادية يعني كلها تنحل على الدواء. بعد ما تزوجت صار عندي ولد صار الإمساك يزيد عليه. بيان قبل ما تتزوجي أكيد سألتي على حالك، رحتي على الدكتور، شلون حاولتي تعالجي حالك؟ رحت عند الدكتور الأول كمان قال لي تشنج عصبي، يعني إنه كولون تشنج عصبي ما في غير النقط، وعطوني إنه مثلا مفرغ أمعاء مشان إنه أرتاح فترة. رحت عند الدكتور الثاني نفس الشيء كلياتهم إنه على أساس كولون تشنجي، بس إنه مثلا خزعة تنظير ما حاولوا إنه هذا الشيء. بعد ما تزوجت وصار عندي الولد. قبل ما تتزوجي العلاج اللي كان الدكاترة يعطوك إياه كان تطيبي عليه تتحسني أو كان الوضع يضل مثل ما هو؟ لا فترة منيحة يعني مثلا يومين ثلاثة بس استخدمه، بعد يومين ثلاثة خلص. لو استعمل 10 مرات هو نفسه يرجع الوضع مثل ما هو نفسه يرجع. تمام. طيب بعد ما تزوجتي؟ بعد ما تزوجت صار عندي الإمساك يزيد. هون رحت حاولت عند دكتورين ثلاثة كمان نفس الشيء، عطوني كلياتهم كل دواء أقوى من الثاني، كله إنه مثلا للإمساك أو الناس عطوني للأعصاب ناسك. آخر شيء هون ما بقى فيني، صرت أروح على الشام. وضعك الصحي تأزم كتير؟ تأزم يعني ما خليت يعني إنه تقريبا لما رحت على الشام أخذت معي 44 نوع دواء. يعني لما شاف حتى الدكتور شارون قال هاي جريمة إنه بحقك عملوا هذا الشيء من البداية، تنظير خزعة يبين إذا في مرض ولا ما في. الإمساك كل ما هيك الأمعاء تتعود لأنه على الإمساك. رحتي على الدكتور الأول بالشام وقال لك هالحكي، طيب هو إيش دواء عطاكي؟ شلون حاول يعالجك؟ الدكتور الأول عطاني دواء أوروبي يعني يعني إنه كتير غالي لأبعد الحدود. قبلت يعني إنه استعملته كمان الفترة الأولى، يعني رغم إنه حقه غالي كمان استعملته الفترة الأولى ما ارتحت كمان. أول فترة نستعمله وبعدين كمان رجع الإمساك مرة ثانية. رحت عند الدكتور الثاني. بطلتي العلاج عند هذا الدكتور ورحتي عند دكتور ثاني كمان بالشام؟ رحت عند الدكتور الثاني أول شيء حاول سوالي تنظير، قال ما فيني إنه أسوي لك أي شيء إذا ما أسوي تنظير، يعني إنه دواء هيك أكذب عليك إنه أعطيك أي نوع تنظير. بعدين سوالي تنظير قال عندك الأعصاب شوي تعبانة ما في حركة إنه تدفعها، إنه أي شيء إنه يصير معاكي إنه مثلا تليين بالأمعاء وهيك ما في عندك، وفيه شوي طول الكولون من كثرة الإمساك صار عندك طول. سوالي صار تمدد فيه، صار تمدد يعني طوله أكثر من المقبول. أعطاني العلاج صار كمان الإمساك مثل ما هو. صرت أروح هوني على المشفى يا بالشام هيك يسوي لي تفريغ أمعاء بالسيرومات. وضعك تأزم كتير بزيادة. كمان راجعته مرة تانية بعد سنة على العلاج ضليت. رحت على الشام مرة تانية قال خلص هون بعد التنظير وخزع بدك عملية، الكولون عندك ما عم يشتغل. بعد ما سوالي طبعا جلسات وهيك قال خلص عندك الكولون كله مضروب. والله ضليت شي شهرين بمشفى الأسد الجامعي بعد العملية وتصوير وخزع ومشفى يعني مشفى مثل ما تقولي انه تعب ومصاريف وهيك. وضعك الاقتصادي وقتها شلون كان؟ والله عادي يعني عادي واقل من العادي، يعني انه ما في لا الي شغل ولا لجوزي شغل، وانا ببيت احمى يعني كان في مساعدات مثلا الاهل شوي من هون وهيك، وهو لهلا في ديون يعني انه علينا لانه صارت تراكمت علينا ديون تانية. شو بيشتغل زوجك؟ حاليا بعد العقود على البكالوريا توظفي، كان يشتغل عامل عادي يعني يترك شغله، يعني هي يوميات كمان كان انه يترك شغله وهيك، وكنا نروح على الشام ونطول هنيك، مو انه مثلا يوم ويومين بالاشهر كنا نبقى بالشام.
وما كان فينا مكانات غير بالمشفى نبقى، يعني انه ما فينا لا قرايب هنيك لا حدا، نبقى بالمشفى. يعني الوضع الصحي سيء والمادي أسوأ. والمادي أسوأ. سووا لي عملية بعد تنظير وخزعة، حولوني على المشفى. طيب وقتها كان ابنك صار لا، كان عمره شي 3 سنين، كمان عفته عند أهلي ورحت، لأنه ما فيني إنه أنا بالمشفى وجوزي بالمشفى وأمي معي بالمشفى، وين كانت أخذه؟ مين كان يعتني فيه؟ والله كان عند بيت أهلي وبيت حماي، يعني ما كان حدا يقصر. رحنا هنيك بعد ما حولونا على المشفى، سووا لي إجراءات، واحد قال ما تحتاجي، واحد، المهم آخر شيء اتفقوا إنه تيسوي لي العملية. سوالي الدكتور العملية بوقتها، وقت يوم العملية كان صار في ضرب بالشام. صار الوضع كتير كتير تأزم، يعني من كل النواحي تأزم نفسيا، يعني حتى إنه أنا تحت العملية تأزمت. الدكتور كمان يعني الأوضاع كلها كانت خربطت عنا بالشام، وكان بوقتها ب 2012 تأزم الوضع. سووا لي العملية. قد طولتي بالعملية؟ ضليت 6 ساعات تحت العملية، 6 ساعات تحت العملية. سووا لي شالوا لي الكولون كامل، مع بقاء انه 2 سنتي مشان يوصلوها للمستقيم. تمام. بعد ما سووا لي العملية، الخزعة حول الأمعاء وبعتوا لي إياها على التشريح المرضي مشان التشريح. خلصنا هنيك التشريح، صار كمان ضرب وقصف، رجعنا نحن على البيت. يعني حتى ما قدروا يسووا لي علاج كامل بالشام، لأنه الوضع يعني المشفى كله فطوة، صار بس إنه للعساكر، لأنه كتير كانت أزم عساكر هنيك، جابونا على المشفى. طيب لما أخذوا لك الأمعاء على التشريح شو طلع معهم؟ ما كان أخذنا النتيجة، كان صار في قصف وضرب، يعني ما قدرنا لا نحن نشوف ولا هن يحاولونا، يعني كان كتير الوضع مو كويس هنيك. رجعنا، ضليت والله على هالحالة بعد العلاج وهيك، ضليت شي 6 شهور، مو إنه ممتازة، جيد، يعني كان وضعي جيد. يعني تحسنتي وصرتي تقدري تطلعي أو لا؟ ايه، يعني كنت أطلع، بس مو إنه هن مو مثل ما قالوا لي، إنه قالوا لي هديك الراحة. ايه، قالوا لي إنه مثلا تيكون معك وترتاحين وهيك، قلت يلا إن شاء الله. ما رجعتي الوضع الطبيعي يعني. لا، يعني مو إنه طبيعي، ضمن الطبيعي، يعني يعتبر ضمن الطبيعي. بعد 6 شهور نفس الحالة رجعت لي، امساك مزمن لا خلي، يعني كل العلاجات أخذت أعشاب، أخذت أدوية، كمان وصفوا لي دكاترة أدوية. مشي يعني كنت إنه أتعدى على حالي وأمشي بالساعات الطويلة، إنه مو إنه ساعة وساعتين، مشي جربتي وسوائل. كل الحلول؟ حولوني كمان على الشام مرة تانية، قال هون إنه نحن عنا الدكاترة هون، بس حدا سوى عملية خلص خط أحمر، لازم ترجع للدكتور اللي سوالك عملية أول مرة. هون يعني ما قصرت، إنه خلي رحت عند 3-4 دكاترة وكلهم نفس الحكي، رجعي على دكتورك اللي بالشام. رجعنا على الشام، دكتوري سافر، سووا لي خزعة، 2-3 حولوني كمان على المشفى بالشام كمان بالمشفى، ونفس يعني نفس التكرار مرة تانية. كمان الولد عرفناه عند الأهل، وأنا وجوزي وأمي كمان رحنا كمان، مو إنه مرة رحنا، مرة تاخذنا تنظير وترجعين، مرة تروحي، وكلياته على حساب مين؟ صحة الواحد ومادية الواحد. طيب يعني 4 مرات وكله بالطيار، يعني إنه باصات وهيك مستحيل، إنه أنا وضعي تعبان، مستحيل إنه أركب فيها بالباصات. شلون كنتوا تقدروا تأمنوا قطع الطيارة؟ نحن على أساس إنه في عنا الوضع إنه واحد إذا كان مرضان ولا عامل عملية بيدبر حاله، بس مرتين لا، جباري بدك تحط المصاري شوي زيادة مشان إنه يأمنوا لك قطع. تمام. والله رحت على الشام، سووا لي تنظير، حولوني على دكتور أطفال. بعد هالشي كلياته حولوني على جراحة أطفال. جراحة أطفال ليش؟ إيش السبب؟ بعد هالعمليات الطويلة جديد تأكدوا إنه في معي هرش برينك. هذا داء يعني يصيب الأطفال الصغار، وأنا مثل ما هن سووا حالة نادرة، بقى ما بعرف هن أخطاء طبية هيك. الدكتور أول مرة كان لازم ما بيشيل الكولون، غلط، أول غلط يعني إنه سواه شال الكولون، لأنه ما كان فيه شيء. بعد ما نحن رحنا على الشام جبنا الخزعة اللي سويناها، طلع الأعصاب الكولون سليمة 100%. بعد ما شالها، بعد ما جبتوها على اساس انه يفحصها تيشوف ايش فيها، ما شاف فيها شيء، كان سليمة. هي سليمة 100%. لأنه هو لما سوى لي خزعة أول مرة قبل ما يشيل الكولون، سوى من الأعصاب من الطبقة الخارجية من فوق، يعني ما حاول إنه مثلا إنه يتفحص الأعصاب اللي تحت. بعد ما يعني إنه حولوني على دكتور الأطفال، طلب مني خزعة. الخزعة كمان يعني أصعب من العملية كانت، تعرفي إنه مو إنه مثلا من مكان عادي من الشرج، هو كانت إنه الخزعة من الشرج،
كمان تقريبا ساعتين ضليت تحت العملية مشان الخزعة. سوالي طولت الخزعة، وهي كنا كلياته بالشام يعني انه نحن وبالمشفى طبعا لانه ما لنا مكان حنروح عليه. سوولي الخزعة، طلع الاعصاب عندي ميتة، اعصاب الخلايا العصبية تبع هرش برينك موجودة. طيب يعني طلع من الهرش برين وما طلع من الكولون؟ ما طلع من الكولون. الدكاترة يعني حتى هن انقهروا انه علي انه عمليتي صارت تكون اصعب، يعني انه شال لك الكولون وما كان له داعي. هن الدكاترة ناقضوا بعض كمان انه كل انه كولون ما فيه شيء، ليش تنشال؟ يعني جريمة بحق الهي. انا هلا بقى لمين بدي انه اشكي بعد ما سافر خلص، يعني انه وحدا ما حدا يعترف على الثاني. مثلا هلا الدكتور الاول يقول ايه روح على دكتورك اللي سوالك العملية، مو مشكلته يعني مشان ما يوجع راسه، كمان في عنده غيري كتار، مو انه بس انا لحالي. سووا لي العملية، حولوني كمان على المشفى، سووا لي الباقي من الكولون اللي خلاه. من كتر الامساك كمان صار عندي طول بالقسم الصغير البقيان، كمان صار فيه من كترة الامساك كمان الطول. شالوا لي المستقيم والكولون الباقي، سووا انزال كان شالوا لك مع المستقيم عضو اسمه حرف اس، هذا شالوه. ليش؟ كمان من الكولون لانه ما بقى له فايده، ما بقى فيه اعصاب يعني. شالوا لي مثل ما تقولي اللي فوقه، العضو اللي فوق، مشان ما انه يحاول ابدا يصير معي امساك. من كثرة الادويه والحاله النفسيه وهيك كمان كان عندي التصاقات بالامعاء، فكوا لي اياها. كمان هيك شيء تقريبا 8 ساعات تحت العمليه ضليت. العمليه الاولى وسووا لي كولوستومي يعني خارجي. الشرج المضاد للطبيعة قد طول معك؟ ضليت 3 شهور فيه، بس ايش كثير كانت تعذبت انه شيء انه جديد عليكي عظم، شيء انه مو من جسم الواحد. وكانت العدة تبعيته غالية، مو انه مثلا يعني كل لصقة كنا نحطها شيء ب 5000 ليرة، كل ساقة انه تبعيتها كانت ب 5000. الساقة كلش قد كانت تغيريها؟ والله انا كان مو عندي انه بلا كولون وبلا شيء، كان كل يومين اغيرها لانه كان ينطق عندي الكيس. غير انه عمليات كانوا يفضوا انه يبقى معاهن شهر كمان. انا لانه كان عمليتي اصعب وكولون ما في انه حتى يساعده، كتير كانت تعبت فيه يعني. حتى الجلد وهذا كله عفن يعني، وضع كتير كان تعب، نفسيتي كمان تعبت منه. زوجك ايش كان موقفه؟ كان يساعدك يرفع من معنوياتك؟ اكيد هذا الشيء يعني انه ما حد قصر معي، انه اللي حوالي كلياتهم ما حد قصر معي. واكثر شيء هو امي اهلي يعني كتير كان تعبوا معي وما قصروا. بعد ما عملتي شرج مضاد للطبيعة وضليتي هيك 3 شهور، بعدين بعد 3 شهور طبعا دكتور الشام يعني انه خلص بس يسوي عمليته وخلص، ما بقى له علاقة بحدا. مثلا انا وضعي تعب مثلا صار معي هيك خلص ما له علاقة عليه انه يسوي العملية وبس. شيء ثاني يعني انا كان صار معي تسمم دوائي، صار عندي شغلات كتير بعد العملية نفسيا وجسديا، وكتير تعبت. كل يوم كان عندي التهاب امعاء. هو كان قال لك قبل العملية انه تعملك العملية وبعدين ما لي علاقة، ما لي مسؤول؟ بالعكس قال لي تسوي لك العملية. هو حتى انه شرح لي كل شيء من العملية انه كنجاح وهيك، بس انه قال لي بعد ما خلص العملية ما بقى بين علي ابدا. يعني ضليت انه بالمشفى حتى شهر ما بين علي الدكتور تمام. اللي سوالي العملية ما بين علي ابدا. بعد 3 شهور رجعت كمان على الشام. وقت ما كان حطيتي شرج مضاد للطبيعة صار معك تسمم دوائي ولا بعدها؟ لا انا بعد العمليه صار معي تسمم دوائي من كتر الادويه يعني. ضليت 3 شهور على السيرومات وادويه وشغلات، جسمي ما بقى يتحمل يعني. وعمليه 6 ساعات وخزعه قبلها بشهر كانت، وقبلها كلياته تنظير وكله هيك، جسمي ما بقى يتحمل ابدا. بعدها حولوني كمان على الشام مشان اشيل. هون قالوا لي انه بالخامس انه قالوا في دكاتره انه يسووا لي العمليه، ما في داعي انه اروح على الشام. دكتور الشام قال حصرا تجين لعندي، حصرا ترجع على المشفى مره ثانيه، ما حد يعرف بالاعصاب غيري انا، يعني انه اخاف انه يصير معك شلل بالاعصاب الثانيه. خوفونا هون كثير. رحنا على الشام وفت على المشفى، قالوا يومين وتطلعين. والله ضلينا على هالحاله، ضلينا نحن 15 يوم. قام لما سوالي الدكتور، مو الدكتور سوالي اياه طبعا، سووا لي اياه الطلاب. يعني هو اخذك من القابش على الشام على اساس انه مشان يعمل العمليه مضبوطه، وعلى اساس هو انه عنده خبره بهالمجال. ولما رحتي تعملي العمليه بالشام طلاب سووا لي. انا طبعا الادويه كانت شوي انه ما تاثر فيني، حتى التنظير انه قبل بالتخدير
وشفت انه الطلاب وعرفتهم ويعرفوني انه حتى هيك اعطوني ابر تانية. انا بالتخدير ضربوني 3 مرات ابر. بعد ما طلعت صار معي هبوط بالضغط كتير، صدمات وهيك لبين ما رجعت مرة تانية. بعد العملية من كتر التخدير اللي عطوني، هو تخدير زيادة كان، تخدير زيادة، يعني انه ضرب على اعصابي كلياتها، سووا لي صدمات وسووا لي تنفس، سووا لي هيك لبين ما رجعت لحالتي. هي بعد العملية. الدكتور شفته، الدكتور طيب مو انت اللي عملت لي العملية؟ قال خلص انا علمتهم على كل شيء وهن يعرفوا. بعد ما سويت العملية كمان الوضع كمان بالشام يعني انه مو شيء، ونحن كمان في وراي ولد، ووضع يعني انه نفسيا انا تعبت من المشفى. صار لي 3 سنين انا رايحه وجايه بالمشفى، والطرقات يعني انه ما في لك مثلا مكان تروحي عليه وما لك غير المشفى، تفوتي وتطلعي يكون اكيد المشفى قدامك. رجعت 3 سنين على هالحالة. رجعت يوم يطلع معي بوليبات، يوم يطلع معي خراج، كل يوم صار يطلع معي شغله. يعني لما رجعتي على القامش؟ رجعت يعني بالشهر العاشر انا سويت العمليه، 2014 شهر العاشر. نفس الحالات عم يرجع لي التهاب امعاء، تجيني حراره، خراج، سائل حر بالبطن عم يصير معي، وكل الدكاتره عم يحولوني على الشام مره ثانيه. وانا خايفه انه هلا يعني مضطره انه اروح على الشام، بس ما بدي اروح. يعني اقول ايش نصيبي، شلون ما يكون خلي يكون، بس انه ارجع خلص. هلا لما يقولوا لي دكتور خط احمر، يعني انه هون ما في امكانيات، ودكاتره ليش ما تعذبوا حالكم؟ ليش تتحولوا انه الواحد، ليش هلا مثلا طيارتي جاهزه تروح فيها، ولا مصاري جاهزه تروح فيها؟ رأسا روحي على الشام، كانه الشام عندهم بالحاره الثانيه. وهلا وضعك الصحي شلون؟ مثل ما هو، يعني انه تحسن، انه يوم ثاني يوم اقعد، يعني انه ما عندي انه هل تحسن انه تقوم واقعد مثل ما قالوا لي 80% ولا 90، يعني يعتبر انه عمليتي 50%، مو انه 100%. هلا مثلا مثل اليوم ليش اخذت شويه برد صار معي كمان التهاب امعاء، يعني انه الا ما في علاج مستحيل انه واحد يبقى هيك. شو بتتأملي؟ شو بدك تقولي كلمة أخيرة؟ أقول قبل كل شيء إنه واحد لازم يرأف بالحوالي عشان تجي الرأفة له كمان. واحد عم يعذب الثاني وعم يضر الثاني، وآخر شيء كأنه شيئا لم يكن، ما بقى في رحمة. الدكتور قبل كل شيء لازم يكون رحيم، يعني الرحمة ما في مصاري. أول ما تروح على الدكتور سوي تحاليل، مستحيل تحليل أقل من 1000 ليرة، سوي تحليل، بعد التحليل سوي تنظير، بعد التنظير سوي صورة، وآخر شيء ما في تشنج بس. وإن شاء الله هيك يرجع الخير لوطننا ولسوريا وللقامشلي، وترجع الرحمة لقلوب الناس، وهذا اللي بدنا إن شاء الله يصير وضعك الصحي أحسن إن شاء الله إن شاء الله. نتشكرك كثير من راديو هيبي FM، ويعطيك العافية. يعطيكم العافية أنتم كمان، ويسلموا كثير. أنا مري دكتور نوري محمد كالي، بسبور بالأمراض الهضمية والكبد والطرق الصفراوية والأمراض الداخلية. دم باش دكتور. دم باش، سپاس ورش، زعاء، هي بيرا، سپاس كرم ديرا، هات نوع. دكتور قال لك جارة مروب امساك بيرشيد بن، قال له چسا دمي وينه وكنجي دبتشكينا نورمال. طبعا امساك بركي بروبليمك پر مزن و پر بلابد ناب ملداد ناب وقوتي بهترين بركي معدلاتي وقوتي بلابونا واد ناب ملدا بركي بهترين ناب كشكاد ناب بيرك هذا بهتر منتشر به. طبعا ناب زاروك هذا جيه وناب مزنا داجي وناب ختيارة دا وناب خورتا داجي أسبابي پر حتى تبيجي أسبابي پر. يعني تي نجنا خوشي خلقي هندري كولون داد زاروكي دا تي مثلا بواسير جاد من سدام جبونا امساك شيء جارنا جيورو تديورو برينك جنب فتحة الشر شيء بيجي شق شرجي او جي جانت بي سدمك طبعا جبونا قبض شيء هنك درمان بن سدم حتى قبض شيء دبي هنك نخوشي غدي نخوشين هنا ايه هرمون الجسم ده خربطاه هرمون الجسم ده جارنا جي بن سدمي وقلتي قبضي اشتر بيجي جارنا جي جريك هنا
قريك أنا جانا أود بن وقوتي سلمي قبضي جارنا جي قلك وقوتي معادن هندردا قيمة بن وقت مثلا بوتاسيوم أم بيجين وقت كالسيوم وقت بقلك بقى مثلا بتشتي ضروري هندري جسم مثلا إيش جسم راجبو توازنها جسم توازنها شوارده قلك جارنا أوجد بن سدم يجبو إمساكي. إذا أسباب إمساكي أم كارم بيجن أسباب إن هنا هندري خويندنا أسباب إن هنا فتحات الشرج لبخوا ميزيكي بي وأسباب إن هنا عامل وقوتي ممكن وقت مقو غريكي كهبي فرضا جوري شرج فرضا 10 سنتينا 20 سنتينا جارنا جي ولو دي قرتنك طبعا أو جارنا جي مثلا غريك هنش دربا هاجر جنب بيرقا بالجنب رحم الجنب مساني الجنب وادرا الجنب سلامة أو جي بيكون ضغطيت كي جارنا وقت مقو أسبابي دوائي هنا قلك درمان هنا جارنا طبعا قبضي شيء كان درمان الايه ضغطي هنا درمان نقول لك هنا قبضي شيء كان وجا مسألة قبضي في حسب عمري نخشك هذا زاروك بالعادة أمن نخشي خلقي تقرب يعني كيمن بواسير وشق شرجي وأب نخشي الجموع براستيجي كيم بهتر رغم طبعا محتمل شيء بس بهتري أم نركز نسب نخشي خلقي مثلا بيكون أب عصب مع عصبي هندري مثلا مستقيم هو بلكي نقلكي ولو يعني مثلا جارنا الغياب هي جارنا جي ولو تعصيبها بينا مضبوطة بالتالي نكان قوة الدفع الجم زاروب شينابي هرب هالقبض شيء دبي أم بأكد مثلا نخشية غدي وقت غدي درقية غدي نخامية مثلا أبي هالتبدأ طبعا هنك نخشية تابعي وجارة بن سدمي قبضي دبي تحاليل عامة مشيكن وقت سكري نهار نخشية سكري الجمع قبض شيء أغلبية سكر مثلا دبي تحاليل عام شيء من إيه كلسي إيه مثلا بوتاسيوم إيه مثلا فقر دم إيه أشتر بيجم إيه شكل وقت مبو إيه قرشقا إيه كبد قلب نخشين هنا براستيجي تابعي يعني مشتركوا يعني أسبابي نان يجمرتن إيه قبل بجد بيعملوا هيدي الجور حالتها نخش كشتي فحصي مرة بهتر بحصل يعني أسبابي ممكن شنو أسبابي ممكن شنو إيه مثلا إيه إمساكي ومرة مجاهدي برياء تحليلها برياء مثلا أبجن تصويرها إيكو برياء تحليل يكوني وقت مبو وطبعا قلب جاراجي أم بحاجة تكون جانا تنظيرها سينو مستقيم شيء كان يعني تنظيرها كونون كامل شيء كان أري جبونا أن بزار وقتي سدمي قبضيت شيء خاصة وقت قبض بردوام ببي يعني إنسان مثلا قبضي عاجز بي خاص خوي بي مثلا هنك جي هنا إيش هي تركتني ده هنك هنا مثلا وقتي دهرو جادرناك من جانا نخشي نفسي أنا درماني نفسي أنا نخشي نفسي جانا جي هنك تبجان بازر وش درنك تجدر أب طبعا هنا مديتنا ممارسة عملية ده في يعني بيدي تنخش كيفني تختاري باسبور وبقدر الامكان بيشتي تحاليلها وتصويرها وهقر احتمالها تنظيري وناس كلنا نخشي الجنبي انساني هقر شبل مثلا نخشي مزمن من وقت سكري وقت ضغط وقت مثلا كادر ما ناتشتستيني مثلا نخشي دلهنا نخشين وقت مو غدد ما غدد هنك جي طبعا ابقلك جاراولو قلويا زيد الجمعية هنك جي المهم دفي بين ناس كلن سبب قدر الامكان شنو وبشتي وي مرونه معالجتي حالتك دي هي بس تقاضي مش بداري دلا هجارة بيجم انسان طبيعي تم دركتناوي طبيعي تديج نشكي قبض شدوي ابجي امضي على اعتبار الستيلين طبعا انه لازم مرة بزاني جدي انه سببي شيء. دكتور نخش عمي إيرو قال لك أستان درباس بوي وقال لك عملية شكرنا وتانها راحتنا بويا قال له شاشتي تكودت بوي درمان كرناويد طبعا نخوش تجمر قصتها ويقود ديروكا ويقود براستيجي يعني قصتك مؤلمة وحزينة خر وقتي تعبية وكسرية وإشياء مخابن هيك نتيجة جديدة فايدة نديتي يعني إنه أنا إنسان فايدة بيني بشتي خساري وتعبيجي كنت تجبي لكن بس بجا بشتي بقص عذابها وعملياتها وتشوهات بيرشمون تاريجي دي سابق ريا وقتي نقطة الصفر وقتش اي بعد بيجم يعني غلطيها هاد كرن از طبعا وثائقي ويجمرنا عني وقتي تنظيرها كولون وتحليلي باعتبار شامي شكلي
خوزي البرمبان سبطة وليما بأكد يعني مثلا تنظيرها كولون كات شماني كولون راح اشتني بشتي 6 سنتين تاني اشتري افتش نابي براس تيجي ام اعتبارت كن غلطيك طبي دفرده يعني مثلا امد بجنها نخشي كالتهاب كولون قرحي حتى عينين كولون تبعي التهاب برتبي وقسم امعاء دقيقه جي شوبي درمان هنا ام دست درماناتك ودرماني هو فعال وقلك يجي استجابتك نخش يعني وقتي ام نخشيها نهائيا استجابه سر درمانا نكر وعندي سر علاجي وهرب وضعي من سيء الى اسوء شيء او هنجي طبعا بجامرة مناقشتك جراح حركه امكانيه راشنا كله بس الجنب نخشها انه هوا راسا راحشنا كولون و سنتين تنشنا براستيل الجمة ابجه استفهامي او بخو تنظير وجر شيكرنا زانب بس شو تنظير نيل انه ورا راجل كولون تبدو 2 سنتين بها افتش حتى وقلتي هنكي مسار تساؤل الجمة براستيل يعني خوزي الفيرمان ما بزب باكد يا مناقشه بك لانه جبود شيء يعني راحشتي يعني قد بجم تسرع شي وجه آلية جراح وراشتي كولون افتسرعها او بسبب انه نكالي خشبنا هذه دراسه كرن قصتها امساكي وقت هذا دي مدى سبيكيكو نهات دراسه كرن اسبابي بالضبط نهات الناس كرن سببي انه دهيلين الكولون تبدا رايح نصدينا بتسبب تنا حاليا يعني مع السرطانات بيرن الفيرو معناه يجبر رايح ما سنتين تنشنا ابجي براستي ام حاجتهم تقييدات تنظير بيني بس وقت الشرح كده افتش هنكي مستبعد انه سرطانات الجو تسبب الجمة ام وقت مشتركوا الخطأ الطبي كتير مسألة عجلة كرنا راح اشتاك كولون لانه راح اشتن غلط بو لانه مبني بالسر قناعات الغلط سر دوافع تجاري بحت سر انه بتقييمك طبي مضبوط ودقيق انها ممكن درمان باستخدام ممكن فرضان بقول تاولا درماني تبوهانا عرش لبناني بين هشتركي بين لهم راسا زراج كولون وديسا مشكله حلنا وديسا محاوله كروار سنتين هشتبوا مانا وينابا يعني راح يشبه سنتين ديجي ديسا في جنكر وديسا فقيره الشرج مضاد للطبيعه شكر وديسا بقر يا حالتها خوف دي هيجي او قلتي او تاسو او حمامه هيج ويا اصلا جيد كتير وجاءت بجم يعني غلطية مظن السبيكا غلطية تشخيصها أكيد تنبوج سبب مساكرة تسبع حبود عملية قرارة راح اشترى كولون خطأ أكثر خطأ كي هذا أذاكرن مرحلات دواجي خطأ أبو مرحلات سيا خطأ أبو وبالتالي خطأ كيكشان حتى وبالتالي استفادة لك بين خشة أزناب يجم بركي أم تفيدين كان بدي أزناب طبعا إنه وقت بيجم أم معجزات جمعنا راستيجي أرتشت بس بيجمج أولنا وقتي ما بدي تيان هواري ما هي الفر بدي تام بركي ما أولو عجيبان يا سريبي أزولو يعني جم خو هواري خوجي ناس تكن إيه مهنامية هضمية كسك جموي أبعد جيبنا يا سريبي يعني ممكن ما تنظير جل شيكا ممكن تحليل بها ممكن بيشكي هنا بخسر ماديا يعني طبعا لا خسارة زي دجي بس ويعني ما غير باش تربدا بيشاوي ديسا جي أمادنا جبو بيشوازياوي كل مخازن بيجي تحليل إخوة صورة إخوة وتصوير أخوة وتنظيم إخوة عياديجي أم جاهز ويبينين وأم قام دي سرائي أخوة خشكاي بهتر بدن دي ساجيبه أم محاولة بكين بلكي أم بكان أريكارا ويبكين فيدكي بدني دكتور أم سباسياتة كنج راديو هيفي اف ام وساعتها تخش ساعتها وقلكي خوش راديو هيفي وشكارمندي هيفي رتبا بله گهدارین هیجا ام بیهوینه گبیان زوج به آستانگی درکبه و جیانک خوش بپورین خلقا می ایرو جیب داوی بو تا خلقا گدن بمینن خیر و خوشی